حسناً يا جماعة، فرنسا كان عندها لحظة هنري نواك الخاصة بيها الأسبوع اللي فات، بس ممكن ما سمعتوش عنها، أنا اللي غطيتها. هي فعلاً انتشرت على تويتر وبعض حسابات السوشيال ميديا اتكلمت عنها، بس الإعلام الرئيسي كان ساكت تماماً. فلو ما سمعتش عنها خليني أشاركك الموضوع. بص على الراجل ده، بص على الولد ده عنده 17 سنة، اسمه لويس، هو في فرنسا. هو بيتعرض للتنمر والمضايقات والضرب والتعذيب من المشتبه فيهم المعتادين، ناس مش حتى فرنسيين، ناس المفروض يشكروا الشعب الفرنسي عشان وفر لهم حياة في بلد من العالم الأول، لكن بدل كده ده اللي بيعملوه. أنا طبعا مش هعرض الفيديو ده عليكم. الناس دي فعلا صورت الفيديو بنفسها وبدأوا ينشروا الفيديوهات دي. وفي فيديو تاني أبشع كمان، الولد ده لويس عنده 17 سنة، اتضرب لدرجة إنه دخل في غيبوبة، قلبه وقف وبعد 3 أيام مات. ولويس واحد من كتير من العيال اللي شفت لهم فيديوهات زي دي يا جماعة، وطبعا على يوتيوب مش هقدر أعرض لكم الفيديوهات دي، بس أنا شفت مئات الفيديوهات اللي فيها ولاد وبنات بيض صغيرين بيتضربوا من بنات لابسين حجاب، الناس من شمال إفريقيا وناس من ثقافات تانية، ومفيش أي حاجة بتتعمل. بس خلاص مش هنسكت. شوفوا ده، الشعب الفرنسي بدأ يصحى. فالمظاهرات دي انتشرت في كل أنحاء فرنسا، والناس بتصرخ وبتقول العدالة للويس. العدالة للويس، العدالة للويس، العدالة للويس. الناس بتتظاهر يا جماعة، والناس بقالها كتير بتتظاهر. بصوا على ده، دي مدينة تانية، دي ناربون. الفيديو اللي عرضته قبل كده ده كان في مكان ما، ده كان في ناربون برضو. فبصوا على ده، زاوية تانية. هما بيطالبوا بالعدالة، غالبا مش هيلاقوا حاجة. ده اللي بدأ الحركة دي، الموجة الجديدة دي. بصوا على ده، الناس دي بيعملوا طيارات ورق وكاتبين عليها ترحيل المهاجرين، وبيطيروها جوه مبنى المجلس المحلي. بص على ده، مش واحد بس، دول كتير قوي. مش ده شيء مذهل؟ بص عليهم، الناس الفرنسيين العاديين، الناس اللي بنشوفهم كل يوم. هما مش نازيين، هما مش متعصبين من اليمين المتطرف، دول ناس عاديين. ودايما بسأل السؤال ده بصراحة أنا حتى ما بقيتش أهتم بالإسلاميين أو الناس اللي جايين من دول العالم الثالث، ما بقيتش فارق معايا الموضوع ده خلاص. أنا مش فارق معايا غير رأيهم، بس إحنا مش قادرين نعمل حاجة مع المجانين اليساريين اللي عايشين وسطينا. بس دايما بسألهم السؤال ده، أنت شايف إيه؟ ليه الدول الغربية العظيمة دي اللي صدرت فكرة التعددية الثقافية والتسامح والتنوع صدروها لباقي العالم؟ بس الإمارات والشرق الأوسط فعلا اتبعوا الفكرة دي بس بطريقتهم الخاصة، وما تنزلوش عن قيمهم وقوانينهم، حتى لو في قوانين عندهم أنا مش متفق معاها، زي مثلا قتل، وأنا مش موافق على ده. بس بصراحة هم عملوا شغل أحسن بكتير من الدول الغربية في التعامل مع الناس اللي جايين من دول العالم الثالث. هم ما بيدوشهم الجنسية. أنا شايف إن الغرب كمان المفروض يبطل يدي جنسيات. ما ينفعش تبقى فرنسي لمجرد إنك عايش هناك 6 سنين وإنت لسه متمسك بأفكار ثقافية قديمة ومتخلفة جاية من بلد أجدادك. أنت مش هتبقى فرنسي، ولا هتبقى أسترالي، ولا هتبقى أمريكي. الموضوع ده بينفجر في وش كل ديمقراطية ليبرالية غربية. إزاي الناس اللي كانوا بيروجوا لأفكار التعددية الثقافية والتنوع وكل ده بقوا دلوقتي بيتجهوا للتعصب اليميني المتطرف؟ دلوقتي بقوا بيضغطوا على حكوماتهم، يعني بيطالبوا فعليا مش بيجبروا، لأننا عايشين في ديمقراطيات. بيطالبوا القادة بتوعهم بترحيل جماعي للناس دي. حتى المهاجرين في أستراليا، عدد كبير جدا من المهاجرين بدعموا حزب ون نيشن. 66% من الأستراليين عايزين الهجرة تقل، وفي بعض الحالات حتى عايزينها ترجع لورا. 66. أظن السؤال الحقيقي في الاستطلاع كان الناس اللي مش بيتبعوا القيم الأسترالية لازم يتم ترحيلهم. 66 تنت من الناس اللي شاركوا في الاستطلاع وافقوا. فطبيعي يجي سؤال، لو 66% من الشعب الأسترالي
عايزين الناس اللي مش بيتبعوا القيم الأسترالية يطردوا. ليه بولين هانسون نسبتها في الاستطلاعات 32% بس؟ ليه نسبتها مش 45 أو 50%؟ طيب أظن ده معناه إن ال 66% دول يا إما مش بياخدوا بولين هانسون على محمل الجد عشان دماغهم مليانة أفكار تانية زي إنها ممكن تكون نازية، ده اللي الناس بتحب تقوله عن الوطنيين اليومين دول، أو عندهم قضايا تانية أهم. لكن موضوع ترحيل الناس اللي مش بيتبعوا القيم الأسترالية هم قلقانين منه برضه. هم فعلا مؤمنين بده، بس ده بيجي في المرتبة التانية أو التالتة في أولوياتهم، وده معناه إن صوتهم بيروح لأحزاب سياسية تانية. وأنا بقول إن ده تصرف غلط. لازم ترتب أولوياتك، لأن فعلا اقتصادنا بيعاني والبنية التحتية عندنا بتنهار. في حاجات كتير فعلا بتنهار حرفيا في كل بلادنا الغربية. لما ببص على بريطانيا دايما الناس بتشتكي من البنية التحتية اللي بتتفكك. هما بيشتكوا من ال NHS ومن سرعة استجابة الشرطة، كل حاجة بتنهار. بس أكتر مشكلة كبيرة أنا بركز عليها، وده مش السبب إني بقولك كده عشان أنا بركز عليها، لكن لازم تفكر في الموضوع ده. لو ما بقاش عندنا بلدنا يبقى ولا حاجة من الحاجات دي هتفرق. اقتصادك، القدرة على تحمل تكلفة السكن، فاتورة الكهرباء، أزمة غلاء المعيشة، ولا حاجة من الحاجات دي هتفرق لو ما بقاش عندك بلد. وليه ممكن ما يبقاش عندنا بلد؟ بص للناس، بص للناس دي، شوف عملوا إيه. بص على ده، ست فرنسية ماشية في شوارع مدينة مارسيليا وهي بتقولك بصي بلدها ما بقتش شبه بلد، بقت ما تتعرفش. بص على ده. الناس دول بتوع العالم الثالث. بصوا على الحالة دي يا جماعة، الموضوع هيبقى وحش جدا. وده في الحقيقة مش أسوأ من أماكن تانية. بص على ده، بص على ده. بص على الزبالة اللي مرمية في كل حتة. لما تجيب ناس من العالم الثالث هتبقى زي العالم الثالث. بص على ده. إزاي ده بيغني المجتمع الفرنسي؟ إزاي؟ بص على ده، بص على ده. كان في فيديو تاني، خليني أوريك ده. بص على ده، راجل من شمال أفريقيا فعلا صور ده وقال يا إلهي شوف إحنا عملنا إيه. بص على ده، ده في مكان في فرنسا. ده واحد من شمال أفريقيا، أو ده مكان اللي فيه ناس من شمال أفريقيا هم الأغلبية. أنا مين اللي هيجي ينظف ده؟ بص على دي، مش معجنات مقرفة، لا. انت فاكر دي بنجلاديش ولا حي فقير في الهند او باكستان او مصر؟ لا، دي باريس. بص عملوا ايه، بص على ده، بص على ده. دايما بيقولوا لنا ان الناس دي بتثري المجتمع الغربي. الناس دي، بص على ده، مش ده جميل؟ مين ما يحبش كده؟ اقدر اكد لك ان حتى المناطق الراقية في باكستان مش كده. ومش بس كده، بص على ده، وده اللي بنشوفه في شوارعنا. رجالة كبار بيتخانقوا بالسكاكين الكبيرة. سكاكين كبيرة وسيوف. ازاي ده ممكن يحصل؟ يعني أنا عارف إننا بنفضل نسأل السؤال ده، وعارف ليه؟ عشان الناس دي هما نفس الناس في كل مكان. هما نفس السياسيين في كل مكان، سواء في فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا أو حتى هنا في أستراليا. هما نفس الناس. بص على ده، بص على ده، بص على ده، بص على ده. هم حرفيا بيهاجموا عربيات الحكومة. ده بص لسه دي عربية شرطة، وبص هم ما وقفوش. بص على ده، يا ساتر. حتى الشرطة خايفة منه. دي باريس، دي فرنسا يا جماعة. ليه هم مش خايفين؟ يا ساتر يا ساتر. بص على ده. الموضوع مش صعب قوي بجد. مفيش أقوى من الدولة. الدولة ليها احتكار العنف. ده كان الحال دايما. يمكن عشان كده الناس بتقول إن المجتمع الغربي اتأنث. زي ما انت عارف، دي طبيعة الأنثى إنها تكون أحن، بس ما ينفعش تكون حنين على ناس عايزين يأذوك أو يضروك. ما ينفعش تكون حنين عليهم. بص على ده. ده حصل في وقت سابق من الشهر ده بعد فوز في ماتش كورة. بص على ده، دي فرنسا.
حد فاكر لما كان بيتفرج على أفلام الكوارث القديمة بتاعت هوليوود، وكان دايما بيورونا إن لما البشرية تكتشف إن العالم هينتهي وكويكب جاي يمسح حضارتنا من على الخريطة، من على وش الأرض، وبعد كده كانوا دايما بيورونا إن الفوضى بتبدأ، الناس بتبتدي تنهب والمجتمع كله بينهار. بس على الفيديوهات دي إيه الفرق بينها وبين اللي حصل؟ ده بالظبط اللي كنا بنشوفه. بص على ده. ده بالظبط اللي كنا بنشوفه في أفلام نهاية العالم. ده بالظبط اللي كنا بنشوفه في أفلام نهاية العالم. المجتمع انهار تماما، محدش بقى يثق في أي حاجة، الناس بقت بتسرق وتنهب زي أفلام الزومبي. بص على ده. هما لسه كسروا ده من واحد مسكين، في الحقيقة يمكن مش مسكين، يمكن غني. دي مرسيدس، دي مرسيدس على العموم. دي عربية أوروبية، بس ما تستاهلش تعمل فيها كده. بص عليهم، بص على كل الناس الفرنسيين الجميلين دول، ولا واحد فرنسي في المكان. عملوا إيه؟ أنت استفدت إيه من ده؟ أستراليا لسه ما وصلتش، بس قربت توصل يا جماعة. أستراليا قربت توصل. ده اللي أنثوني ألبانيزي بيعمله، أو السياسيين اليساريين بتوع الووك هيعملوا كده في كل دولة غربية. الموضوع بدأ يحصل في نيوزيلندا، كتير من الكيويز بقوا متضايقين. الموضوع مش شخصي يعني، بصراحة لا، أنا مش فارق معايا، أنا حتى مش مهتم، مش لازم نجامل في الكلام. إحنا مش محتاجين ندخل ثقافات تانية، لازم نقف جنب ثقافتنا، لازم ندعم ثقافتنا ومجتمعنا. الدول الغربية وصلت لقمة الحضارة بسبب قيمها وبسبب ثقافتها. ليه؟ زي ما بيقولوا لو الحاجة مش بايظة ما تصلحهاش. هي ما كانتش بايظة، ما كانتش بايظة، دلوقتي بقت كارثة. وعلى فكرة، الولد المسكين ده لويس واحد من كتير. عندي فيديوهات تانية كتير، طبعا مش هقدر أعرض الفيديوهات دي. إحنا شايفين ولادنا بيتضربوا. الأولاد الأصليين بيتضربوا من ناس ما بينهمش أي حاجة مشتركة، ناس ما عندهمش أي قيم ثقافية مشتركة خالص. أنا مش قادر أستنى لحد ما الأحزاب اليمينية المتطرفة تكسب. حزب الAFD لازم يكسب في ألمانيا، مارين لوبان لازم تكسب في فرنسا. بس حتى وقتها مش عارف إذا كانوا هيقدروا ينجحوا ولا لأ، لأن خيرتي فيلدرز كسب في هولندا، ما قدرش يعمل أي حاجة ودلوقتي اختفى، هو بقى فاشل. وعشان كده مهم إننا ما ننتخبش أحزاب يمينية نص نص بس. إحنا محتاجين أحزاب يمينية متشددة، ولازم يكسبوا بقوة عشان يقدروا يعملوا تغيير. لو الموضوع ائتلاف مش عارف يا جماعة. وبصوا في الحالة دي لو الناس فقدوا الثقة في العملية الانتخابية هيبقى فيه فوضى، وهيبقى فيه عنف رهيب. كلنا هنتورط في ده على فكرة. أنا مش بقول كده فرحة، بس فعلا شايف إن الناس مش هيسلموا بلادهم كده ببساطة. في حاجة هتحصل، ولو حصلت في بلد واحدة احنا مش عارفين إذا كانت هتحصل في فرنسا ولا في ألمانيا. أنا شايف إنها هتحصل في المملكة المتحدة الأول، مع إن الوضع في فرنسا وألمانيا كمان مش مبشر. لو حصلت في المملكة المتحدة باقي البلاد هيتعلموا بسرعة جدا. وطنيين تانيين هيبقوا عندهم عزيمة وشجاعة وإيمان أكتر. ويمكن السياسيين كمان يقرروا إنهم مش عايزين ده يحصل في شوارعنا،